قال إنني لم أتحدث إلا عن الجزائر. هذا صحيح يا شقيقي العزيز، لسبب بسيط: لأن الجزائر هي مصدر كل المآسي التي نعيشها. عندي ملاحظات ثلاث. الجزائر ترفض قرارات مجلس الأمن، وهنا أتساءل: ماذا ستفعل الجزائر في مجلس الأمن عندما ترفض قراراتها؟ لا مكان في مجلس الأمن للدول التي تنتهك ولا تحترم وترفض قرارات مجلس الأمن. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناة نعم إير نيوز. أصدقاء ديالي، عمر هلال المندوب الدائم ديال المغرب لدى الأمم المتحدة اليوم بهبل ليا المندوب ديال دولة الكراغيلة دولة الجزائر، خصوصا على المقعد اللي كانت داتو دولة الجزائر بمجلس الأمن، وكيقولوا بأن دولة الجزائر لا تستحق هذا المقعد لأنها لا تحترم المجلس. أصدقاء ديالي، اليوم شرشم ليا المندوب ديال الجزائر وخلاه البكى اللي ما بكاش. المهم أصدقاء ديالي، صراحة فيديو جميل، واحد التراشق بيناتهم، غادي نخليكم تشوفوا وحكموا واعطوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبركنا على واحد لايك، بارطاجيو لي الفيديو، خليه يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء، ما غاديش نطول عليكم، ندوزو مباشرة نشوفوا هذا الفيديو الجميل لعمر هلال كيفاش مرمق المندوب ديال الجزائر. نتوما شوفوا وحكموا ونتلاقاو في نهايته. شكرا السيد الرئيس. أؤكد لكم أنني سأختصر وسأتحدث بإيجاز أكبر بكثير من زميلي ممثل المملكة المغربية. لقد أطال حديثه لأنه تحدث في الأساس عن الجزائر. كنت لأود أن يتحدث عن مسألة الصحراء الغربية، وهي أرض محتلة منذ أكثر من 50 عاما. الجزائر السيد الرئيس من واجبها ومن شرفها أن تدعم نضال التحرير الذي يشنه عدد من الشعوب الإفريقية الخاضعة للهيمنة الاستعمارية. وكثيرة من هذه الدول موجودة داخل قارتنا. القرار 15/14 لا يزال ينطبق لشعب الصحراء الغربية الذي يشكل المستعمرة الأخيرة في أفريقيا. لنؤكد ذلك يكفي أن ننظر إلى جدول أعمال هذه الجمعية الموقرة واللجنة الرابعة. لكنني أود أن أجيب عن نقطتين محددتين إلى تقسيم الصحراء الغربية. أود أن أدعوكم إلى إلقاء نظرة على اتفاق ترسيم الحدود الذي تم التوقيع عليه بين مملكة المغرب وجمهورية موريتانيا الإسلامية. هذا الاتفاق تم التوقيع عليه في 11 أبريل 1976، وهو مسجل في أمانة الأمم المتحدة. إذا تم تسجيله في 9 فبراير 1977 في الأمم المتحدة. إذا هذا الاتفاق يحدد الحدود الجديدة للمغرب وموريتانيا، وهو بكل بساطة يقسم أرض الصحراء الغربية بين هاتين الدولتين. لن أطيل وأضيف أكثر على هذا التأكيد الذي يمكن أن يتحقق منه الجميع في مكتبة الأمم المتحدة.
السيد الرئيس، بالنسبة إلى الخطوط المقبلة، إن المزاعم والاتهامات بالإرهاب للبوليساريو الذي وللأسف ليس موجودا هنا ليتمكن من الدفاع عن نفسه. إذن كما تعلمون حركات التحرير بحسب التاريخ لطالما اتهمت بالإرهاب، على مر التاريخ اتهمت بالإرهاب. جبهة التحرير الوطنية في الجزائر اتهمت لفترة طويلة بالإرهاب واعتبرت إرهابية، لكن ذلك لا يخدع أحدا، لأن كل القوى وكل الدول المهيمنة حاولت دائما أن تشيطن المدافعين عن الحرية، وهذا لا يقنع الأمين العام للأمم المتحدة بالطبع، الذي استقبل مؤخرا الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي منذ أسبوع تقريبا. في الختام السيد الرئيس، أود أن أدعو ممثل الجزائر إلى الاقتضاب لأنه تخطى الوقت المخصص له. إذن أعيد التأكيد السيد الرئيس دعم الجزائر للأمين العام ومبعوثه الخاص في جهودهما لحل مسألة إنهاء الاستعمار من خلال عقد استفتاء. إذن التشاور مع شعب الصحراء الغربية حول مصيره. شكرا جزيلا. شكرا سيد الرئيس. أسف على طلب الكلمة مجددا ردا على زميلي الجزائري الذي يحب أن يرد في كل مرة أخذ فيها الكلمة. سأحاول أن أختصر كما اختصر. شقيقي الجزائري أساء إلينا مرتين. المرة الأولى قال أنني لم أتحدث عن الصحراء. إذن فليأتي إلى الطاولة المستديرة، هناك نناقش مسألة الصحراء، والجزائر للأسف ترفض دائما المشاركة في هذه المائدة ورفض قرارات مجلس الأمن. بالتالي إذا ما كان مهتما فعلا أن نتحدث بمسألة الصحراء بين المغرب والجزائر كما فعلنا في المائدتين الأوليين، يمكن أن نتابع ما بدأنا. ثانيا، قال أنني لم أتحدث إلا عن الجزائر. هذا صحيح يا شقيقي العزيز، لسبب بسيط، لأن الجزائر هي مصدر كل المآسي التي نعيشها. عندي ملاحظات ثلاث. الجزائر ترفض قرارات مجلس الأمن، وهنا أتساءل ماذا ستفعل الجزائر في مجلس الأمن عندما ترفض قراراتها؟ لا مكان في مجلس الأمن للدول التي تنتهك ولا تحترم وترفض قرارات مجلس الأمن. نحن ننتظر لنرى سلوك الجزائر متى بدأت ولايتها في المجلس. ثانيا، زميلي الجزائري قال أنه لا يعرف نصوص الأمم المتحدة، أو أثبت أنه ليس على دراية بنصوص القرارات والمقررات. مجلس الأمن لا يناقش مسألة الصحراء على أنها مسألة نزع استعمار، بل مسألة سلم وأمن. في هذا الإطار، في هذه الروح، فإن الجزائر التي جلست في مجلس الأمن عدة مرات وصوتت على قرارات تتعلق بالصحراء المغربية لا يمكنها أن تتغاضى عنها. ثالثا، الجزائر محظوظة
فالجزائر ما كانت لتنضم إلى مجلس الأمن بدون مبدأ التناوب. هذا دور شمال أفريقيا، وهذا مبدأ لضمان المساواة، ونحن نؤيد هذا المبدأ، ليس لأنهم قدموا أي شيء للأمم المتحدة، لم يقدموا حتى جنديا واحدا إلى عمليات حفظ السلام، بل لأن الجزائر تضم مجموعة مسلحة انفصالية. بالعودة إلى هذه الجماعة الانفصالية، آسف لأن الجزائر تقارنها بمجموعة إرهابية، فنحن نقدر الشهداء والجنود المغاربة الذين توفوا، والسفير الجزائري يدافع عن العلاقات الإرهابية لهذه المجموعة مع القاعدة وداعش، والدليل هو أن أبو وليد الصحراوي كان يأتي إلى مخيمات تندوف في كل مرة تعرض فيها لإصابة من الجنود الفرنسيين، كان يأتي إلى مخيمات تندوف، وداعش لم تعتد التشييع عند فقدان أحد القادة البارزين فيها، لكن داعش قامت بذلك لهذا الشخص إذن المسؤول في جبهة البوليساريو. هذا كل شيء السيد الرئيس. سأختتم كما بدأت وأقول مسألة الصحراء تناقش في الموائد المستديرة، وسيسرنا كثيرا أن نستمع إلى أشقائنا الجزائريين لما سيقولونه حتى إن لم نتفق، ولكن الأساس هو أننا نتحدث عن السلام حول المائدة المستديرة، وألا نوجه الاتهامات لبعضنا البعض، وأن نحترم بعضنا البعض كما كانت الحال أثناء المائدتين المستديرتين الأخيرتين. وشكرا سيد الرئيس. ديالي خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش تبركونا على واحد لايك وتبارطاجيو لي الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا MR نيوز. تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.